وبيروح لحبيبها وبيضربه على وشه وبيفتح موبايله وبيمسح كل الفيديوهات اللي بيهددوا بيها وبياخد مفاتيح سيارتهم وبيبوظ فرامل السيارة وبيرجع المفتاح لمكانه. ولما بتصحى كايمة بتشوف وشها في المراية بتصرخ وبتروح هي وحبيبها للمستشفى، لكن ما بيكونش قادر يوقف السيارة وعملوا حادثة بسيطة وتعصبت من حبيبها. وفي يوم بيجيها اتصال من هيئة الغذاء انهم هيقفلوا المطعم بسبب ان زبون لقى سحلية في الاكل وصورها ونشرها. ويروحوا للمطعم وهو بيراقبهم وبيدخل بيتهم تاني وبيفتح اللابتوب اللي في بيتهم وبينشر صور فاضحة ليهم. وبنشوف كايمة بتحاول تقنع الهيئة انهم يدوها فرصة تانية، ولكن الهيئة بتغلق المطعم. فبتفتح تليفونها وبتلاقي صور غير أخلاقية مع حبيبها، فبتتعصب عليه وبتضربه وبيقول لها إنه مش هو اللي عمل كده. فبتشك في فريدي وبتسأل عمال المطعم الزبون اللي لقى السحلية شكله إزاي، وبيقولوا إنه لابس كاب أسود. فبيروحوا البيت فريدي وبيضربوه وبتوصل الشرطة فبتقول إنه قتل